يوسف شيخ الكبير. مرحبا بكافة الزملاء الكرام. نحب نقول حاجة ريتها مهمة جدا لابد من الإشارة إليها، هو أني أنا امبارح جيت للقاعة هنا وشفت في الكواليس وخارج القاعة شفت وجوه فكرتني بالمناورات التي تقع في جمعية الصحفيين التونسيين قبل أن تتحول إلى نقابة الصحفيين التونسيين، وأصابتني خشية كبيرة، خشية ألا تكون الثورة قد وصلت إلى قطاعنا العالمي، وهذه خشية لابد أن نعبر عنها جميعا كزملاء، لأنه مش معقول، ونقول مش معقول أنه في قطاع القضاء اللي هو كان أيضا مدجن مثل القطاع الإعلامي، في قطاع القضاء أول موقع وقعت صحوة ضمير بعد الثورة للقضاة، ومشاو للقضاة الفاسدين، وأقول كلمة الفاسدين، القضاة الفاسدين، وخرجوهم من قاعات الجلسة وخرجوهم من برواتهم، وجبروا وزارة العدل اللي تاخذ قرار في حقهم واللي تطردهم المهنة واللي تعاقبوا ببعض منهم وفيهم. وهذه أمانة في رقبتكم للتاريخ، أمانة في رقبتكم أنه لا تكبروا أسياد الشعب في التجمع المنحل يجيبوا اليوم يحضروا. حذاري ثم حذاري أن يعيدوا إلينا الكرة. هؤلاء الناس ما زالوا عايشين بعقلية عبد الوهاب عبد الله وعقلية عبد العزيز